ده محمد هاني باك يمين النادي الاهلي. هاني منضم للفريق الاول من ايام ما كان لسه ناشئ، ولحد كام شهر فاتوا كنا بنقول عليه ناشئ، مش علشان سنه، لا علشان اداؤه. هاني مميز بالعرضيات البايظه. انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ باك يمين ما بيعرفش يعمل عرضيه. مش هي دي المشكله، المشكله انه دفاعيا مش احسن حاجه، وده لحد كام شهر فاتوا. بس احقاقا للحق يعني هاني مش على طول كده، ليه لقطات مميزه مع النادي، وياما شال الجبهه اليمين حتى قبل اكرم توفيق. هاني انضم للفريق الاول في موسم 2014 لما كان جريدو ماسك الاهلي، وهو اللي صعد هاني للفريق الاول، وكان ساعتها عنده 18 سنه بس. هاني من بداياته مع النادي وهو لعيب سريع وخفيف وكمان مهاري، تقدر تقول عليه كده انه من الاظهرة القليلة اللي بتعرف ترقص كتير. لكن عنده مشكلتين كبار، التغطية العكسية بتاعته تقريبا مش موجودة، وطبعا العرضيات بتاعته كلنا عارفينها. ماشي يا باشمهندس. شكرا، اتفضل. هاني ممكن يعمل لك 4 عرضيات بس صح طول الموسم، بس برغم كل ده كان اوقات كتيرة بيلعب على فتحي، طبعا ده في الماتشات العادية مش المهمة زي افريقيا. لكن بمرور الوقت مستوى هاني بدأ انه يتظبط، وبقى مستواه بيزيد في الماتشات الكبيرة. لاعب برغم من سنه لكن عقليته كبيرة. في ماتش القضية ممكن عطل طارق حامد في آخر هجمة للفريق، اللي بنسميه كده في كرة القدم فاول تكتيكي، اللي هو انت رايح تعمل هجمة مستميتة في آخر لحظة، لا تعالى هنا. اديني اديني ما حدش تحداني. مع الوقت تغطية هاني العكسية بقت ممتازة، لكن المشكلة اللي عنده إن مستواه مش ثابت وبيعك في أغلب الماتشات، وممكن يلعب ماتش كويس و3 أو 4 ماتشات يلعب بشكل وحش. في كرة القدم كل مدرب بيبحث عن اللاعب اللي مستواه مستقر، مش يوم حلو ويوم وحش، وعلشان كده أكرم توفيق حجز مكانه في الجبهة اليمين. لو فاكر إن دي النهاية فلا، تعالى هنا. أكرم توفيق اتصاب قبل كأس العالم للأندية اللي فات، وطبعا هاني اللي كان مستبعد تماما بقى هو الباك اليمين الأساسي، وده علشان نشوف نسخة جديدة تماما من هاني. تقريبا كده في الفترة اللي أكرم توفيق كان بيلعب فيها باك يمين، هاني كان مموت نفسه في التدريب، ومشكلة عدم ثبات مستواه اختفت، وبقى كل ماتش مستواه بيتطور سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي. وزي ما كنا بننتقد هاني لما كان مستواه ضعيف، يبقى لازم نشجعه وهو مقدم المستوى المتألق ده، وفي النهاية ده هاني.